مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معايا ولقاء يتجدد يوميا من خلال برنامجنا وبرنامجكم اسأل طبيب. يمكن من اكتر الامراض اللي اصبحت منتشرة جدا او اللي دايما بنسمع عنها هي امراض القلب. النهارده عايزين نتكلم عن تصلب الشرايين وايضا انسداد الاوعية الدموية، ويمكن دايما لما بنسمع عنهم اول حاجة بنسأل طب ايه السبب يا دكتور؟ ايه اللي وصل الانسان ان هو يحصل له انسداد في الاوعية الدموية او تصلب الشرايين؟ ده اللي هنحاول ان احنا نتعرف عليه النهارده، وطبعا بيشرفنا تلقي اتصالاتكم واستفساراتكم، وهنحاول ان احنا نجيب عن كل التساؤلات. خلونا نخرج مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة أخرى، وتعالوا بينا نشوف أول خبر معانا، وابتكار لصق سحري بديل عن الخياطة لعمليات القلب المفتوح. قام فريق باحثين بابتكار مادة لاصقة للاستخدام أثناء العمليات الجراحية، خاصة في عملية القلب المفتوح لغلق الجرح في ثواني. كان يجب القيام بخياطة تستغرق ساعات طويلة لغلق جرح القلب، ولهذا كان الأطباء بحاجة إلى مادة لاصقة يمكن استخدامها في بعض مراحل العملية الجراحية، غير أن المواد اللاصقة التي كانت تستخدم كانت مواد سامة ليس لها قدرة كبيرة على اللصق، كما أنها كانت تفقد القدرة على اللصق تحت تأثير الظروف المحيطة. وأشير إلى أنه تم التعاون مع أطباء أمريكيين تمكن من ابتكار مادة لاصقة صادة للمياه يمكن تحفيزها خلال ثواني معدودة عن طريق الضوء فوق البنفسجي، وهي مستوحاة من الطبيعة. أما الخبر الثاني اللي معانا وهي دراسة عن مرض السكر مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها. أكد باحثون كنديون خلال دراسة علمية حديثة واسعة النطاق أن البالغين الذين يعانون من مرض السكر هم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفتها. وأظهرت الدراسة أن البالغين في سن العمل والذين يعانون من مرض السكر لديهم مخاطر الإصابة بالإنفلونزا مقارنة مع غيرهم من البالغين غير المصابين بالسكر. كما أشار الباحث جيفري جونسون وهو مدير التحالف من أجل الصحة الكندية في جامعة ألبرتا الكندية إلى أن خطر الإصابة بالإنفلونزا يكون بزيادة صغيرة قد تصل إلى 6% بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكر. دي كانت الأخبار اللي معانا النهاردة، وزي ما اتفقنا مع بعض النهاردة عايزين نتكلم عن تصلب الشرايين وأيضا انسداد الأوعية الدموية والأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث هذه الإصابة، وإزاي يقدر الإنسان إنه هو يوقي نفسه من الإصابة بمثل هذه الأمراض، ولو حصل بعد الشر إن احنا أصبنا بمثل هذه الأمراض إزاي نقدر إن احنا نتعامل معاها، وكيفية العلاج، ومتى يضطر الطبيب إلى استخدام أو الدخول في العمليات الجراحية. وبإذن الله هيكون معانا دكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي وزميل جامعة جورج تاون. خلونا نخرج مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني. كيس في عظم الفك نتيجة لأنه كان خراج، والخراج أزمن وتحول إلى كيس، والكيس بدأ ياكل في عظم الفك فعمل حويصلة. المعدة تبعت. ورجعنا لكم مرة أخرى، ودايما كلنا بنخاف من أمراض القلب، ودايما بنقول يا ربي هو إيه اللي بيحصل لنا بالظبط؟ هو إحنا ليه بيحصل كده؟ النهاردة عايزين نتكلم عن تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية، وأكتر حاجة طبعا أول حد بيقولها طب يا دكتور هو إيه اللي بيوصل الإنسان إن هو يحصل له تصلب الشرايين؟ احنا بنفتكر دايما ان مجرد الانسان لو زعل او اتضايق هو ده اللي بيخليه يتعب وممكن يجيله مرض من امراض القلب. النهارده هنحاول ان احنا نستفسر عن كل هذه الجوانب، وطبعا بيشرفنا اتصالاتكم وتساؤلاتكم، ونحاول ان احنا نرد على كافه هذه التساؤلات. ولكن طبعا في البدايه خلوني ارحب بضيفي العزيز دكتور هشام عمار، استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه بمعهد القلب القومي وزميل جامعه جورج تاون. اهلا بحضرتك معايا يا دكتور.
دكتور خلينا يعني قبل ما اقول لك الاسباب ايه وايه اللي بيحصل لنا وحاجات كتير كده قوي، خلينا نقول يعني ايه انسداد الاوعيه الدمويه. تمام. هو الاول اهلا بحضراتكم، والاول نعرف ايه الاوعيه الدمويه، يعني ايه الوعاء الدموي. الوعاء الدموي ده هو اللي بيوصل الدم الى اعضاء الجسم كلها. نعم. بما فيهم القلب، بما فيهم الكلى، بما فيهم المخ، بما فيهم اعضاء الجسم الطرفيه، كل اجزاء الجسم كلها. اذا الوعاء الدموي ده هو اهم حاجه في الجسم، هو اللي بيمد الجسم بالحياه كلها، هو اللي بيغذينا كلها، هو اللي ماشيين. نعم. هو الحياه بتاعتنا كلها. فلما يحصل تصلب شرايين داخل هذا الوعاء الدموي اللي هو الوعاء، يحصل له سماكه من داخله، انسداد من داخله، فبالتالي اكتر حاجه تتاثر هو العضو المتوصل له الوعاء الدموي ده. فاذا انسداد الاوعيه الدمويه ده بينتج عنه ان العضو المتاثر بالوعاء ده بيقف على العمل. يعني هو معلش انا اسفه، حضرتك بتقول ان هو بيحصل نوع من التخانه هي اللي بتؤدي الى حدوث هذا الانسداد، يعني ما معناه ان هو معلش بيحصل نوع من الالتهاب يعني الجلد بتاعه الدواء بيتخن قوي، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ خلينا نتخيل يعني الوعاء الدموي كأنبوبه. انبوبه اللي بتغذي مثلا الارض الزراعيه مثلا. الانبوبه دي بتجيب الميه من مكانها لغايه الارض وبتغذي الارض دي. الانبوبه دي الميه بتمشي جواها. لو الميه دي ما هياش صافيه فيها ترسبات، هتترسب على الجدار الانبوبه من جوه، فهتبتدي تسدها سنه. دي بقى الجلطات اللي بتحصل، تصلب الشرايين. والجلطه هي اللي بتحدث فجاه. ان الوعاء الدموي بيحصل له مشكله تنتج عنها ان زي ما نقول الاجزاء من تحت الوعاء تطلع تكون التجلط او الجلطه او الجلطات دي، وتقفل الوعاء الدموي ده، فتقفله فجاه. تصلب الشرايين ده بيؤدي الى الانسداد اللي عن طريقه الجلطه بتتكون عليه. يعني هي دي اللي بتؤدي الى حدوث الجلطه. انسداد الاوعيه الدمويه. احنا معانا اتصال هاتفي. ام احمد، مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك انا عندي طفل عنده 13 سنه. نعم. عملت له اشعه حضرتك، يعني مسك قلبه كده يوم 1/5 وقال لي الحته دي بتدق جامد، مش قادره اجيب نفسي، وبعدها بساعتين كرر نفس الموضوع وقال لي كنت هقع يعني. فعملت له ايكو على القلب، قال لي جات له عنده روماتيزم على القلب نسبه بسيطه وارتجاع في الصمام المترالي. فانا ماشيه على علاج دلوقتي، وحضرتك في تورم في رجليه ملاحظاه من حوالي شهرين كده، بالجنب يعني يعني من بره كده في الجنبين بتوع رجليه من بره، وينام ما بلاقيش، يعني لما بقوم الصبح ما الاقيش ورم، او اول ما يمشي على رجليه بلاقي فيه ورم. فانا قلقانه خايفه تجيله سكته قلبيه ولا مش عارفه حضرتك. كانت في حاجه اسمها اي اف، كنت عامله له اشعه السنه اللي فاتت، كانت الاي اف 73، لقيتها في الاشعه دي 63، وكان عنده الشريان الرئوي 31 بقى عنده 28 اخر اشعه. نعم. فمش عارفه حضرتك، انا خايفه يعني ايه حضرتك. دكتور تحب تستفسر عن حاجه منها من ام محمد؟ انا هجاوب على سؤالها. هتجاوبها على طول من عينينا. حضرتك حابه تسالي حاجه قبل ما الدكتور يجاوب عليكي تاني؟ ايوه يا فندم، انا خايفه، انا بيلحم بفضل ابص على نبضات قلبه، خايفه يمشي بعيد، خايفه لو بيجرى له حاجه يعني يجي له سكته قلبيه ولا حاجه. لا يا حبيبتي باذن الله هيكون خير يا رب، وتابعينا والدكتور هيجيب عليكي دلوقتي حالا. دكتور عايزين نطمنها يا ريت. هي واضح ان هو بيشتكي من اعراض الروماتيزم، يعني هو الاحمرار في المفاصل والتورم. بس ده ما بيجيش بس بالشكل، لازم نعمل فحوصات او تحاليل الروماتيزم عشان نتاكد اذا كان في روماتيزم. هي عملت ايكو بتقول، التحاليل حاجه والايكو حاجه. الايكو او الصمام المترالي عموما ده درجات كبيره جدا. نعم. درجات من اول 1 لغايه 4. يعني ارتجاع الصمام المترالي الحقيقه بتتكلم عليه، بس هي الفكره كلها هو مأثر على ايه الصمام المترالي. ومن هي بتقول ان ضغط الشريان الرئوي كان 31 بقى 28، فمعنى كده ان شاء الله ما فيش حاجه خالص بالنسبه له. هو بس اهم حاجه متابعه الصمام، هل هو بيزيد ولا لا، هل هو عنده روماتيزم ولا لا. ولو عنده روماتيزم، هم بيقولوا بنسبه بسيطه يا دكتور. لا حتى يعني لو بنسبه بسيطه مش روماتيزم يبقى روماتيزم. في روماتيزم يعني اعراضه وتحاليله وفحوصاته
بتقول ان في روماتيزم. بالظبط. اذا لازم نعالجه على حسب درجته، على كينونة ان في مرض. على حسب درجته. هو آه. هو دلوقتي مثلا مش مؤثر على الصمام المترالي بالظبط. ولا مؤثر على الصمام لو مؤثر على الصمام المترالي هيتعالج لغايه 40 سنه هياخد الحقن. لو مش مؤثر وعنده بس نسبه روماتيزم لغايه 21 سنه وبيوقف الحقنه الروماتيزم. نعم. انما بالنسبه للسكته القلبيه والحاجات دي ولا حاجه خالص. هي خايفه لان هي خالص. بتقول انه مش قادر يتنفس، بالله مش قادر اتنفس وكنت هقع. هو يعني هو هتلاقيه، بس هو بعض الاطفال بالذات في السن ده بيجي لهم ضربات القلب سريعه دي نتيجه لانزلاق الصمام او نتيجه لبعض الروماتيزم، فدي بتخلي الولد خايف وبتخلي الاهل خايفين. انما واضح من كمان الايكو اللي هي بتتكلم عليه ان هو 73 او بقى اقل من كده. احنا عندنا الايكو كفاءه القلب من 55 ل 75 زي بعض، ازاي يعني 55 زي 75 ما فيش فرق ما بينهم خالص. وهو واضح ان حالته بسيطه جدا جدا، هي محتاجه بس متابعه وتحليل الروماتيزم ومفيش اكتر من كده. يعني نقول لام محمد يا ريت تكملي طريقك في المتابعه وباذن الله تكون الامور مستقره، واهم حاجه المتابعه. دكتور خلينا نقول ايه اكثر الامراض اللي ممكن تكون منتشره في مجال القلب وليها علاقه بالاوعيه الدمويه؟ هي امراض الشرايين التاجيه، هي دي اكتر الامراض منتشره في العالم كله وفي مصر بالذات كمان، وبقت دلوقتي رقم 1 في اسباب الوفاه على مستوى العالم. ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ الامراض الشرايين التاجيه اللي هي احنا كان زمان بنسميها السكته القلبيه او اللي هو الهارت اتاك. ان المريض يجي له جلطه والجلطه دي تسبب الى وفاه او تسبب الى عجز او تسبب الى ضعف عضله القلب. واساس الامراض الشرايين التاجيه هي تصلب الشرايين. يعني تصلب الشرايين لا اساس، هو اللي بيعمل المشاكل الشرايين التاجيه للقلب، وهو اللي بيعمل مضاعفات الشرايين التاجيه من جلطات وضعف عضله القلب. طب ايه اللي بيؤدي الى تصلب الشرايين؟ اشهر حاجه واكتر حاجه هو الكوليسترول، امراض الكوليسترول، امراض السكر. امراض السكر طبعا السكر ده بالنسبه لنا من اهم الاسباب اللي بتعمل تصلب شرايين. امراض ضغط الدم، الناس اللي عندها ضغط الدم بتسبب لها برضه اللي يحصل لها تصلب شرايين. الناس اللي عندها السمنه احد الاسباب الرئيسيه. السمنه دي انا اسمع ان هي برضه عامل من العوامل الجامده، من عوامل الجروينج. قبل كده ما كانتش يعني معروفه قوي، دلوقتي ابتدت على ابحاثها كلها ان هي بتسبب فعلا عشان الدهون والحاجات دي كلها. والضغط العصبي طبعا من احد الاسباب برضو اللي لا تجهل في تصلب الشرايين. دكتور هل ممكن الانسان لو زعل قوي يحصل له تصلب شرايين، ولا بتكون في بدايات وده ساعد شويه؟ لا بدايات. هو الضغط العصبي ما هوش يعني بيبدا تصلب الشرايين، انما هو بيبدا مضاعفات تصلب الشرايين اللي هي زي تكون الذبحه الصدريه والتجلط بس مش هو الاساس. عامل مساعد. عامل مساعد. اصل في ناس تقول لك انا زعلت قوي فنمت وصحيت لقيت عندي تصلب شرايين او جاله جلطه او وات ايفر. لا ما عنده مشكله، ممكن الزعل يبقى هو اساسا كان عنده ستريس يعمل اكتر من كده، يعمل جلطه، يعمل ذبحه، يعمل مشاكل. يعني ممكن فعلا يكون عامل من العوامل الخطره. عامل من العوامل طبعا للانسان. طيب قبل ما بنتكلم ونقول تصلب الشرايين، ايه اللي بيحصل للشريان بالظبط يا دكتور؟ عشان كده بتقول ان هو تصلب. هو بتكون تحت جدار الشريان كوليسترول. الكوليسترول اللي ماشي في الدم ده لما بيزيد او لما معانا صوره يا ريت حضرتك برضه نوضحها. زي ما حضرتك شايفه جدار الشريان اهو ده. الجزء اللي بارز داخل الشريان ده هو عباره عن القطعه الكوليستروليه. لان الكوليسترول بيجري في الدم وبيترسب تحت جدار الشريان ويبتدي يعمل العلو او البروز اللي حضرتك شايفاه ده، والبروز ده بيبتدي يسد الشريان بالتدريج الى ان تحصل الجلطه وينسد تماما. يلاقي مفيش ممر يقدر يمر منه خلاص بقى الدم فيتجلط. صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ بيحصل ان اللي حضرتك البروز ده جزء منه بيحصل له زي فيتشر او بيفرقع حاجه فرقعه بسيطه، يبتدي بقى التجلط يحصل على الفرقعه دي او يحصل على الستريس اللي حصل على البروز ده. يبتدي الوعاء الدموي ينسد، يبتدي الجزء اللي بيغذيه الوعاء الدموي ده ما يجيلوش الدم، يبتدي يتاثر، يبتدي يموت تدريجي. طب واحنا بنقول الكوليسترول، هل اصابه الانسان بالكوليسترول ليها وقت معين؟ يعني ولا ممكن نلاقيه صغير وعنده كوليسترول؟ هو السن عامل مهم قوي في الكوليسترول، بس هو الاهم في السن في تصلب الشرايين. الكوليسترول ممكن يبقى يجري في العائلات، يعني ممكن يبقى جيني وراثي، او ممكن يبقى مكتسب يعني من نظام الاكل او من السمنه او من كده. انما هو الوراثي ده بيبدا بسن صغير جدا، بيبدا يعني ممكن بعد 13 سنه عنده. ممكن بعد 13 سنه نلاقي فيه طفل عنده اللي هو الكوليسترول العائلي، احنا بنسميه الكوليسترول العائلي.
تلاقي نعم. دايما هو الكوليسترول عنده عالي جدا فوق ال 300، وده نسبه عاليه جدا. وده له علاج معين، ليه علاج معين، وعلاجاته نزلت دلوقتي في العالم كله من احدث ما يكون يعني. طيب معنا اتصال هاتفي الحاجه خديجه. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك عندي اللي هو التوتال كوليسترول 231، والدهون الثلاثية 66، والاتش دي ال 27، والال دي ال 190 و8 من 10. 100 وكام يا فندم؟ 190 و8 من 10. تمام. وعندي هبوط في الضغط، دايما الضغط اخر مرة كان 109 على 65. فطبعا في دايما دوخة عندي. وايدي الشمال في تنميل في الاصابع احيانا. بس. طيب سن حضرتك كام يا فندم؟ 62. طيب تمام هجاوب على حضرتك. من عينينا حاضر، تؤمري حضرتك. طيب هو عشان نقدر نقول المريض ده ياخد علاج ولا ما ياخدش للكوليسترول لازم الارقام اللي المدام قالتها دلوقتي. الرقم في منتهى الاهميه، خصوصا رقم ال LDL او اللي هو الكوليسترول قليل الكثافه. نعم. هو ده اهم، هو ده العامل اللي بيسبب تصلب الشرايين وبيسبب الازمات القلبيه. فبالتالي عينينا عليه. فالمريض هي سنها 62 سنه والكوليسترول القليل الكثافه عندها 190. ده عالي جدا، ده كده لازم يعتبر تاخد عالي. علاج حالا. معلش حالا. خلينا برضو نوضح يعني ايه كوليسترول قليل الكثافه. احنا عندنا يعني انواع للكوليسترول. احنا في جسمنا طبعا اكيد في كوليسترول احنا بنستفيد منه، ولو زاد عن الحد ده اللي بيؤدي يعني تمام للحاجات دي كلها. عايزين نوضحها للمشاهدين برضو. احنا عندنا كوليسترول مهم لايه او الكوليسترول ده بيعمل لنا ايه؟ الكوليسترول ده مهم في الجسم ان هو بيحافظ على سلامه الخليه. بالظبط. كل خليه في جدارها فيه كوليسترول. وفي نفس الوقت الكوليسترول بيدينا هرمون الاسترويد او الكورتيزون. هو بيساعد في حاجات كتيره جدا، انما هو كترته او ما يبقاش في طبيعته هو ده الغلط. ان هو بيزيد الكوليسترول ده لما بيزيد في الجسم بيعمل لنا مشاكل الكوليسترول المعروفه في الجسم كلها. طيب هو بنحدد تحت ايه؟ عندنا 3 انواع شهيره للكوليسترول. شهيره في اكتر من كده بكتير، بس هو الشهير عندنا اللي احنا معروف عندنا وبيصابوا اللي بنهتم بيه الكوليسترول قليل الكثافه والكوليسترول عالي الكثافه والدهون الثلاثيه. نعم. الكوليسترول قليل الكثافه هو ده الكوليسترول الضار، هو ده اللي بيخش جوه الشريان وهو تحت الشريان، هو ده اللي بيعمل تصلب الشرايين اللي حضرتك شفناها من شويه. والكوليسترول عالي الكثافه هو ده اللي بيعمل العكس، اللي بيشيل الكوليسترول الضار من الجسم يوديه ناحيه الكبد. فده المفيد بالنسبه لنا. ده المفيد. اللي هو عندها قليل. عندها 27 ده قليل جدا. عندنا يعني يفضل يكون فوق 45 عشان يقدر ان هو يقوم بوظيفته. يقوم بوظيفته. عشان كده الكوليسترول الضار عندها عالي جدا. طبعا الكوليسترول عفوا الكوليسترول قليل الكثافه ده بيجي نتاج لنظام غذائي غير صحي، يا الا وراثه، يا اما طبيعه الجسم ان هو الكوليسترول عنده عالي من سواء عامل جيني او ان هو الانزيمز اللي ما بيحولش الكوليسترول داخل الجسم ما بيشتغلش كويس، فبالتالي بيعلى الكوليسترول في الجسم. نعم. يعني خلل وظيفي خلل موجود وظيفي يا اما خلل وراثي يا اما خلل اكل. اما هي مشكلتنا في الاكل دي صح. معانا اتصال هاتفي ام مريم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير حضرتك. اهلا بيك. ممكن اكلم الدكتور بعد كده؟ طبعا اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي كوليسترول والدهون ثلاثيه. كان عندي الكوليسترول 315 والدهون الثلاثيه 288. عملت رجيم وانا كنت تخينه قوي، بس يعني عملته ومشيت على النظام الغذائي. بعد كده اتظبط شويه. رجعت بعدها تعبت، لقيت على طول الضغط مش متظبط ووشي بيورم وايديا على طول بتبقى بتعمل نقط لونها صفرا كده. فرجعت عدت التحاليل تاني، لقيت عندي الدهون وصلت 533 والكوليسترول 400. وانا عندي اصلا روماتويد وباخد كورتيزون بقالي حوالي سنه. بس دلوقتي على طول تعبانه والصداع دوت ما بيروحش من عندي، وعلى طول عندي دوخه. وماشي على نظام الجيم تاني على النظام الغذائي يعني. فعايزه اعرف باخد العلاج اللي ممكن اقول اسمه ولا لا؟ لا بلاش اسماء معلش. طب هو انا باخده حاجه يعني 40 جرام هي التركيز بتاعها. سن حضرتك كام؟ اعمل ايه طيب؟ سن حضرتك كام؟ افطر في اي وقت. سني 27 سنه. 23 27 سنه. مفيش اي حد عندي في عيلتي خالص عنده كوليسترول. ما عندكيش وراثه في الموضوع ده؟
لا خالص، عملت نعم. الاشاعه لقيت عندي الكبد متغطي كل دهون. نعم. مهما أنت آخد عندك إيه علاج كده؟ ما بت- الكبد مترسب كله دهون. يعني حتى لو اكلي برضو الفتره اللي انا عملت فيها رجيم وكل الدهون راحت من التحاليل، الكبد برضو اول ما عملت الاشاعه ما راحش خالص من الدهون زي ما هي عليه. نعم. خلاص. من عينينا حاضر اعمل ايه؟ يعني. ممكن دي تسبب حاجه في القلب، لان في كذا حد قال ممكن تيجي في اي وقت تسرب شرايين، فاعرف منين طيب لو تيجي فتره وقت قلبي بيوجعني هو في دعوه ولا لا؟ حاضر يا ام مريم، تابعينا والدكتور هيرد على حضرتك حالا. هي طبعا عايزه تعرف هل الكبد لما يبقى فيه ترسبات دهون ممكن يعني يؤدي الى اصابه القلب لا، في حاجه، لان هي طبعا خايفه من حاجه زي كده. لا، هو مش مش دهون الكبد هي اللي عامل خطوره لامراض القلب خالص، لا. نعم. والعكس اللي هي قالته، ان هو الكوليسترول عندها عالي جدا، نسبه عاليه جدا في سن صغير. 27 دي صغيره قوي. فلازم نبتدي نبحث على السبب، وهو حاجه من اتنين، يا اما سبب عضوي يعمل لها العلو ده، يا اما السبب الجيني او الوراثي. دكتور، هل ممكن يكون في مرض من الامراض هي اللي بتساعد على يعني زياده الكوليسترول في الجسم؟ طبعا في بعض الامراض، واشهر الامراض طبعا امراض الغده. الغده توصل لكده. اللي هي الكسل الغده الدرقيه. نعم. وده حاجه مشهوره قوي، وده اللي بيعمل علو في الكوليسترول، خصوصا الدهون الثلاثيه. نعم. وبيسبب المشاكل اللي هي بتحكيها. بس احنا معانا صوره برضو بالنسبه للكوليسترول. هو ده برضه نفس الفكره، تدرج ترسب الكوليسترول داخل جدار الوعاء ده اللي الدموي. بيحصل بقى من لو الصوره اللي على الشمال لو حضرتك خدت بالك، هتلاقي ان الدم ماشي كويس، ما فيهوش مشاكل خالص، بانسيابيه، من غير في بروز داخل الشريان اللي هي تصلب الشرايين. اللي في الوسط ابتدى يتكون البروز، ابتدى الكوليسترول يترسب. الاخرانيه ابتدت الوعاء الدموي ينقفل خالص، والدم ما يقدرش يتحرك عن ناحيه العضو اللي هو بيغذي الوعاء الدموي. نعم. تبقى حضرتك، فهو اذا احنا لازم نستبعد اي امراض تسبب الكوليسترول الاول، عشان وزي ما حضرتك قلت ان الغده اكتر حاجه ممكن تسبب الموضوع ده. خدت بال حضرتك. الحاجه الثانيه المهمه جدا، ان لو استبعدنا الامراض نستبعد ان هي يكون عندها جين يسبب الموضوع ده. بس هي بتقول ان ما عندهاش حد. لا، مش شرط. مش شرط. ممكن الجدود نفسهم، ولا ممكن اي حاجه، ممكن جين واحد بس بيجري في العائلات يجي لها هي. يعني ممكن ما حدش يصاب بيه، بس هو موجود داخل العيله. مش مندليان، انا اسف، مش وراثي ينتقل الاب والام عندهم، يبقى البنت هيبقى عندها والولد بيبقى لا خالص. هو بتيجي ان هو تحرك جيني، جينات معينه داخل الجسم دي بتتطفر وبتظهر في بعض الاطفال او الاولاد او الكبار في سن معين، فبالتالي بتتغير ويبتدي بقى ايه، حرق الكوليسترول فيها يقل او نعم. يعني خلايا الكبد تسحب الكوليسترول من الجسم تقل قوي. فده عامل بيبقى عامل جيني، وليس وراثي بمعنى وراثي، لا ده هو عامل جيني، تكوين جيني. فده حتى هم حاولوا بره في الهندسه الوراثيه يعملوا الموضوع ده ويصلحوه عن طريق الهندسه الوراثيه، وهم يعني ماشيين في هذا المسار، في هذا المسار ان هم يصلحوه. وفي ادويه تكونت جينيا بتصلح الموضوع اللي عند المدام، بس هو ما ينفعش تسكت عليه، هي لازم تستشير طبيب عشان تعرف ايه السبب. ما ينفعش، لازم تروح وتعمل تحاليلها وفحوصاتها، ولازم تاخد علاج. لو علاج الواحد ما ينفعش، العلاج الثاني ينفع، العلاج الثالث ينفع، نبتدي نمشي نظام غذائي. بصي لازم نهتم هي بتقول شويه. انها عملت رجيم وخست وحاجات كده، بس لازم متابعه الطبيب المتخصص، لان هو لازم لها فحوصات معينه لاستبعاد الاسباب ولتاكيد التشخيص. دكتور، احنا دايما نقول الوقايه خير من العلاج. احنا اي حد فينا طبيعي اول ما يحس بنغزه ولا دايخ ولا تعبان يقول لك انا جالي القلب. خليني يعني انا عايزه اعرف، هل في اعراض معينه انتم كاطباء مجرد ان المريض بيجي يقول لك انا حاسس بحاجه معينه بتعرف فيه انه ممكن يكون بيشتكي فعلا من تصلب او من انسداد للاوعيه الدمويه؟ بالظبط، طبعا هو اهم حاجه الشكوى. ما هو بالظبط، احنا يعني عايزين نفرق بقى بين الشكوى. يا ريت. هي الشكوى الاساسيه عندنا في امراض الشرايين التاجيه او امراض الاوعيه الدمويه للقلب هي الالام الصدريه. يعني لازم يكون حاسس بألم، مش مجرد انه تعبان اجهاد او كده. ما هو الالم انواع كمان. يعني ممكن يبقى الم وممكن يبقى تعب، وممكن يبقى خنقه، وممكن يبقى نهجان، وممكن يبقى ضيقه، وممكن يبقى مش مرتاح. درجات كتيره من الالم او التعب في الصدر.
ممكن يبقى مش حاسس بحاجه بس عنده عوامل خطوره شديده. يعني ممكن ما يحسش بحاجه خالص في بعض يا دكتور وهو الاحيان تعبان؟ سايلنت. في ناس بتبقى مش حاسه بس قليله جدا، نسبتها قليله خصوصا دي بتبقى قوه تحمل يعني لا عندهم ولا السن الكبير ما يحسش قوي، ان عندهم سكر احساس عندهم اقل شويه. بالظبط. خدت بال حضرتك؟ بعض الامراض اللي بتصيب الالتهاب الاعصاب اللي بتبقى يعني الأعصاب متاخره الطرفية شويه والحاجات دي. فده بيسبب ان احنا ما نحسش بالالم شويه. نعم. انما هو الاساس الام الصدريه او التعب الصدري. التعب الصدري يعني مجرد التعب الصدري برضو المفروض ان لازم الانسان الفحص. يسرع لازم الى الفحص. الطبيب، خصوصا لو عندنا عوامل الخطوره اللي ذكرناها، والسن والسكر والضغط والكوليسترول والسمنه والعامل الوراثي، ده كله ايه طبعاً عندنا دي التاريخ المرضي ده كله. نقدر نحدد انه ممكن انا يكون عندي مصاب. كذا، انا عندي عوامل خطوره، لا انا جالي الم في صدري لازم اروح افحص. اكشف على طول. معانا مدام امل. ايوه. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيبه. لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي زي ما حضرتك بتقول كده لسه التحليل جايباه، عندي الكوليسترول 231، ال دي ال 152، الاتش دي ال 76، بس انا عندي نقص غده درقيه. بس التحليلين كانوا طالعين في يوم واحد حضرتك، ونتيجه تحليل الغده التي اتش سي اتش 189 وتي 4 1.17، والدكتور قال لي على الغده يعني تقريبا هي كده مظبوطه. طب الكوليسترول العالي ده هل هيكون موجود؟ هو قال لي الكوليسترول كده عالي. الدهون الثلاثيه كام يا فندم؟ الدهون الثلاثيه 231. تمام. هو سن حضرتك كام؟ 53. في سكر، في ضغط، في لا الحمد لله. اي امراض تانية؟ لا مفيش. طيب هو عشان حضرتك وانت معانا كده هو أيوة. كده ما يعتبرش علو يخوف، لان احنا القليل الكثافه اقل من 190 وسنك صغير وفي نفس الوقت الغده عندك مظبوطه دلوقتي. هو قال لي مظبوطه، فكده ما يعتبرش علو، وده لا يستدعي ما عندكيش عوامل خطوره، يعني ما عندكيش ضغط، ما عندكيش سكر، ما عندكيش سنك مش كبير، فبالتالي احنا كده بنحافظ بس نظام غذائي وما تاخديش اي علاج خالص. طب ما هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو اداني علاج بس انا مش عايزه اقول اسمه، هو برضو 10 مللي، بس انا لقيت فيه المفاصل عندي وجعتني ومعدتي وجعتني والرجل الشمال، بس لما قريت اعراض الدواء جوه لقيتها هي دي الاعراض العاديه له. اعراض ادويه الكوليسترول هي اعراض بسيطه قوي 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 وما فيهاش اي مشكله، والتغلب عليها بسيط. بس مش هي دي المشكله، هي المشكله انت محتاجاه ولا لا. بس انت في الفتره الحاليه طالما اللي عندك الكوليسترول ما هوش بالعلو اللي يخوف وما عندكيش عوامل خطوره، يبقى نبدا بالنظام الغذائي. بالنظام الغذائي حتى لو كان وراثي، انا والدتي عندها. لا ده مش وراثي، الوراثي لازم يبقى علو اعلى من كده. اعلى من كده بكتير. اعلى من كده. طب بالنسبه برضو انا يعني ضربات القلب السريعه يعني لدرجه ان انا الجنب الشمال ما بقدرش انام عليه اكتر من ما فيش دقيقتين 3 لازم اتعدل، ودي كانت بدايه الشكوى. فعملت الايكو على القلب قال لي ما فيهوش حاجه. طيب هنجاوب حضرتك. من عينينا حاضر، من عينيا يا مدام امل. على فكره موضوع ضربات القلب السريعه دي انا بلاحظ ان هي شكوى عامه من ناس كتير، يعني انا سمعتها كتير بصراحه من خلال يعني لقاءاتنا وكده. دكتور ايه اللي بيؤدي الى وجود ضربات قلب سريعه؟ هو عندنا طريقين في ضربات القلب السريعه، والطريق البسيط هو الاشهر والموست كومن، اللي هو السبب الفسيولوجي، السبب الوظيفي بتاعنا العادي، اللي هو واحد متوتر، واحد متضايق، واحد ما بينامش كويس، واحد بيشرب شاي وقهوه كتير، واحد بيشرب سجاير كتير، واحد بيجهد نفسه كتير، واحد ما بيريحش نفسه فترات كبيره. دي كلها اسباب وظيفيه لضربات القلب السريعه. وفي اسباب عضويه. في اسباب عضويه داخل القلب واسباب عضويه خارج القلب. الاسباب العضويه داخل القلب دي امراض القلب كلها ممكن تعمل ضربات قلب غير منتظمه، بخلاف طبعا امراض كهربه القلب او امراض ضفيره القلب. دي اسباب داخل. اسباب خارج القلب بقى عندنا الغده الدرقيه، وعندنا في اسباب كتيره جدا في الجسم ممكن تسبب انعكاس بس مش سبب. يعني زي الارم كده. انعكاس، يعني مثلا رد فعل. انت حضرتك خفتي في ضربه قلب سريع. ده طبيعي. هي رد فعل. ده طبيعي.
طب دكتور، هل يعني نقدر نقول الاعراض الوظيفيه اللي بتؤدي الى ان القلب تبقى يعني سرعته بهذا الشكل ممكن تتحول الى عارض مرضي؟ مستحيل. ما لا، مجرد بانتهاء الضغط العصبي او الانسان يرتاح يرجع طبيعي تاني. بالعكس، حتى علاجه عندنا التطمين. ما تدوش ادويه ولا اي حاجه؟ انت ما عندكش حاجه، اطمن خالص، ما فيش اي مشاكل ولا هتعمل لك اي مشاكل، هي بس بتخض شويه. طبعا. وبعض الناس ما عندها بانيك من الموضوع ده، فبتبانيك اكتر، بتخاف. الوهم ممكن يزيد من بقى ايه، الموضوع يزيد يخش بقى يروح لدكاتره كتيره وتلاقيه فحوصات قد كده، وفي الاخر هو ما عندوش حاجه. طيب هي بتقول انها ما بتعرفش تنام على جنبها الشمال خالص من كثره يعني سرعه القلب او الدقات. هل ده طبيعي كده؟ لا، هو يعني واضح ان في سبب ممكن يكون التوتر النفسي اللي مخليها واخده بالها مركزه معاها فمخليها متوتره اكتر يعني. نعم دكتور، يعني بنسمع كتير جدا عن زي ما حضرتك قلت السكتة القلبية، ويمكن انتشرت جدا في الآونة الأخيرة ان احنا نلاقي حد يقول لك ده نام كويس وصحي، جينا نصحيه مفيش. اكيد بتبقى في بعض العلامات المسبقة، مش هقول ان الانسان عرف وسكت، لا، ممكن نكون احنا يعني نجهلها فاعتبرناها ان هي عرض بسيط مش واخدين بالنا منه. احنا عايزين نعرف بعض هذه الاعراض اللي ممكن تسبق السكتة القلبية او اصابة الشريان التاجي. طبعا ده سؤال جميل جدا يعني، لان هو ده الالارم، هو ده العامل اللي يخلينا ناخد بالنا من امراض السكتة القلبية. السكتة القلبية يمكن 80% فيها بيجي قبلها بمنبه، واهم المنبهات طبعا الام الصدر. ممكن الواحد يمشي مشوار كده يحس لا ان هو مش قادر، خصوصا مع المجهود، يبتدي يشتكي من الام صدريه مع المجهود ولو حتى بسيطه. لازم يقف ويروح على طول لاقرب طبيب. دي اهم حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه ضربات القلب السريعه غير مبرره اللي ملهاش سبب عندنا وظيفي. نعم، دي برضو لازم ناخد بالنا منها. الرياضيين والسكتة القلبية عند الرياضيين، ودي حاجة يعني في دي أنا بسمع عنها برضو، في منتهى الشهرة، وابتدت تاخد طريق أوسع قوي. لازم ناخد بالنا برضو ان لو في اي عوامل من العوامل من الاعراض عرض من الاعراض دي لازم ناخد بالنا ونفحص. وعموما الرياضيين المشهورين او في النوادي بيفحصوا، انما كام الرياضيين اللي هم العاديين اللي بيتمرنوا عادي يعني. فده برضو حاجة ناخد بالنا منها. المهم والاهم عوامل الخطوره اللي ذكرناها دي. نعم. لازم على الاقل قد ما نقدر نحاول نعالج مرضى السكر كويس، نعالج مرضى الضغط كويس، السجاير، الكوليسترول، الحاجات اللي بتسبب امراض الشرايين التاجيه، خصوصا الناس اللي بتدخن. بيقول لك انا بدخن ما بيحصليش حاجه. طب ما هو هيحصل حاجه. طب خلينا ناخد مدام اسماء ونعود مرجعنا مره اخرى الى هذا السؤال. مدام اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. انا بشكي ليا سنه من ضيق في نفسي، باخد نفسي بيطلع اجي انزله وما بعرفش انزله ليا سنه. فجيت من يومين تعبت وحسيت بدوخه، رحت كشفت عند دكتور صدريه. اما كشفت قاس لي الضغط وعمل لي رسم قلب، قال لي ضربات قلبك عاليه بس انا مش هديكي علاج، كتب لي على علاج بسيط، قال لي مش هديكي علاج الا لما تعملي لي تحليل دهون في الدم. انا دلوقتي جيت عملت تحليل الدهون في الدم، طبعا انا لسه اول مره اجيبها وما اعرفش فيها، بس بيقول لك النسبه بتاعتها في من 200 من 50 ل 200، انا 236، وفي من 35 ل 135 انا 141، وفي الاتش دي ال انا في 56، والال دي ال 125. فانا دلوقتي بشكي من ضربات قلب ان هي سريعه والنفس، ضيقه النفس. سنة حضرتك كام سنه؟ انا عندي 35 سنه. عندك سكر؟ عندك ضغط؟ لا. في تدخين؟ في ما عنديش الحمد لله. انا حتى لما رحت برضه شكيت للدكتور قلت انا ما بشكيش من اي حاجه غير هي ضيق في النفس بس. فهو طلب مني التحليل دي، فانا بصراحه خايفه. في واحد يعني قال لي لو رحت عند الدكتور ما يكتبلكيش حقن، ينزل الميه اللي فيك. طب انا جسمي ما فيش، يعني انا مش تخينه. نعم. انا رفيع، مش يعني ما فيش دهون للدرجه دي ان انا حاجه تنزل لي، وخايفه اخد علاج يكون غلط. حاضر يا مدام اسماء، هنرد عليكي حالا، تابعينا. وضيقه النفس دي بس. حاضر، من عينينا. حاضر.
دكتور خلينا نقول نطمنها لضيق النفس، وعايزين نتكلم عن الاستشارات بقى الجانبيه قوي، تاخدي الدواء الفلاني هيعمل، لان دي بتبقى مشكله كبيره جدا لما يكون الانسان كمان مصاب بحاجه في القلب. هو اشهر حاجه في مصر عندنا ان انا كان اقعد مع حد صاحبي كلنا يقول لي دكاترة. ده بص انا خدت الدواء ده لقيته كويس جدا خده. يجي بقى المريض بمشاكل الدواء. كل حاجه وليها تخصصها. انا لما بيجي لي حد بتخصص تاني غير القلب بقول له معلش اتفضل حضرتك روح للدكتور فلان الفلاني. انا ده كطبيب ما بفهمش، انا ما بعرفش، ما بقول لك هفتي لك ما بعرفش. فما ينفعش ان احنا نفتي بالفتوى المشهوره جدا ده انا خدت الدواء ده وريحني خده بس. حبايبي تحت اللسان دي ريحتني جدا خدها. ما شفت حد ممكن حد هي يعني تؤدي لحاجه ثانيه اكثر خطوره، اخطر بكتير قوي. فهو يا ريت نرجع على التخصص، نرجع لشكوتها اللي هي النفس. ضيق التنفس ده برضو اسباب من احد اسباب امراض القلب، فلازم نستبعد الاول امراض القلب. بس هي ما عندهاش عوامل خطوره امراض القلب، ما عندهاش سكر، ضغط، كوليسترول. الكوليسترول عندها بسيط قوي، مش حاجه بتتعالج، سنها صغير لسه، فبالتالي تمشي على النظام الغذائي بس ما تاخدش دواء. الحاجه المهمه لازم تفحص، الدكتور يسمع السماعه، دكتور قلب طبعا يسمع لازم السماعه، دكتور قلب متخصص، شوف في مشكله في القلب ولا لا. في مشكله في القلب. والحقن بقى اللي هم قالوا لها اوعي تاخديها عشان هتنزل الميه وحاجات كده. لا طبعا يعني ما ناخدش حاجه الا بامر الطبيب، يعني ما ينفعش امر الطبيب المتخصص مش الطبيب العام. يعني الطبيب العام بيوجهها وبيقول لها بصي انت عندك كذا وكذا كذا، يفضل تروحي لايه لحد عشان يعالج الحاجه الفلانيه. بالظبط. مدام اسماء يا ريت يعني طبعا كل دكتور وليه تخصص، يا ريت نروح لدكتور قلب مش دكتور بطنه، لان دايما لما بنروح للتخصص الصحيح بنقدر ناخد الدواء وربنا باذن الله بيكرمنا بالشفاء من عنده. معانا مدام امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت باخد دواء ضغط واحد اللي هو معروف، مش هقول اسمه طبعا، اللي هو فيه 5 وفيه 2.5 وفيه ده. تمام. فرحت للدكتور بعد كده لان كنت تعبت، كان مرتفع على طول، قال لي هتاخدي الدواء ده الصبح وبالليل، وكتب معاه دواء تاني الصبح، يعني بقى 2 الصبح و1 بالليل. وبعدين قال لي الكوليسترول كان عالي، فخدت الدواء اللي قالت عليه مدام امل من شويه برضو، اللي هو ده فعلا رجلي يا دكتور من تحت، يعني بز رجلي كده زي ما بيقولوا كان ورمت. ورحت الدكتور عزام قال لي لا ده دوالي وهي دوالي، فعماله تورم رجليا الاثنين من الجنب، من تحت، من عند الكعب، من عظمه اللي في الجناب. فانا دلوقتي عملت تحليل يا دكتور كوليسترول هو 203، والاتش اي دي ال 46، والال دي ال 131. ده بعد الدواء؟ لا ده انا عملت تحليل قريب، يعني كنت ايوه بعد ما خدت الدواء اللي هو اللي بتقول عليه، يعني لسه مبطلاه من يومين بس. ايوه يعني عملت التحليل على الدواء بعد ما خدتي الدواء عملتي التحاليل مش صح؟ لما لقيته يا دكتور ورم رجليا كده فوقفته، بقى لي شويه موقفاه. ايوه يعني وقفت التحليل، وقفت الدواء وعملت التحليل بعدها بقد ايه؟ يعني وقفت الدواء كنت بقى مثلا شهر، عملت التحليل بعديها. بعد ايه حضرتك؟ يعني بعدها بشهر عملتي التحليل؟ تقريبا. بالنسبه دي برضو لو حضرتك بس حضرتك عندك الضغط عندي ضغط عندك عادي. سكر؟ ما انا بقول لحضرتك انا باخد 2 الصبح، نوعين الصبح ونوع بالليل، وباخد ادويه خشونه وحاجات كده وده. عندك السكر يا فندم؟ فندم؟ يا دكتور معلش، عند حضرتك السكر يا مدام امل؟ لا يا فندم. وبالليل يا دكتور وانا نايمه ساعات، وانا نايمه بيحصل لي حاجه زي الشرقه بتخنق كده وتروح وتيجي وانا نايمه، بتجيلي كتير الموضوع دي ان شاء الله مش حاجه من القلب او من امراض القلب دي، بس لو في حاجه ارتجاع في المريء او حاجه، او ترجع لدكتور الباطنه، ترجع لدكتور الباطنه فيها. دي هيفيد حضرتك اكتر يعني. انما هو بالنسبه للكوليسترول بتاع حضرتك ده هجاوبك عليه ان شاء الله، هجاوبك عليه من عينينا يا مدام امل، هنرد على حضرتك حالا، تابعينا. دكتور عايزين نرد بقى على مدام امل. هو بالنسبه للكوليسترول فهو عندها الضغط يعني يفضل الكوليسترول بتاعها يبقى اقل من كده شويه، بس برضه نديها فرصه ان هي تحاول بالنظام الغذائي. يعني عملت التحليل بعد ما وقفت الدواء بشهر بالظبط، وده مناسب قوي. احنا المفروض شهر ونص، بس يعتبر مناسب ان هو ال 140 اللي هو الدهون قليل كثافه، ما هوش نسبه عاليه. نبتدي نمشي بالنظام الغذائي ونحلل تاني بعد شهر ونص. لو بينزل الكوليسترول اوكي، ما بينزلش هنضطر ناخد طبعا دواء للكوليسترول تاني، بس ما يكونش معمل لها اعراض جانبيه. نعم. دكتور خلينا نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم
وعلاقته بامراض القلب. ويمكن احنا هنا عندنا في مصر بسبب طبعا التوتر والاحداث، ونلاقي دايما الناس متعصبه، واحنا خلاص مقبلين كمان على شهر رمضان الكريم، فالناس بتتعصب ساعات اكتر شويه بان هم صايمين، فبنلاقي يقول اصل انا كان ضغطي عالي ومره واحده عالي قوي فلقيت نفسي جالي حاجات في القلب. انا عايزه اعرف العلاقه بينهم. هي علاقه طرديه جدا، يعني علاقه صحوبيه يعني جامده. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وامراض ضغط الدم زي ما حضرتك كده بتحملي على جسمك حاجه وانت مش قادره تحمليها. انت كده واحده ما بترفعيش اثقال ماشيه شايله حاجه فوق كتفك. هو ده القلب، محمل الجسم او الوعاء الدموي محمل عليه ضغط اكتر مما يتحمله، فالطبيعي القلب هيبتدي بالتدريج يضعف. ده اول حاجه. تاني حاجه الشريان التاجي اللي احنا بنتكلم عليه وتصلب الشرايين هيزيد، لان الضغط جوه المنظر اللي شفناه من شويه مش هيستحمل جريان الدم السريع اللي بيحصل. فالضغط على البروز اللي حضرتك شايفاه ده او تصلب الشرايين ده هيكون التجلط ويزيد اكتر مما كان عليه. فضغط الدم طبعا علاقه وطيده مش بالقلب بس، علاقه وطيده بالقلب وبالكلى وبالمخ، بيسبب امراض كتيره جدا جدا. واحنا عندنا في مصر دراسات بتقول ان هو على لغايه 25% من المصريين عندهم ضغط الدم، منهم 80% مش مظبوطه. وطبعا ضغط الدم العالي بيجي ساعات كمان مع السكر، فده بيبقى مشاكل كبيره جدا مع القلب. زي ما بقول كده العلاقه طرديه، يعني ده السكر هيزود اكتر والضغط هيزيد اكتر، علاقتهم بالقلب والتدخين والتلوث كل ده طبعا بيعمل بيزود امراض الشرايين التاجيه طبعا اكيد يعني. نعم دكتور، يعني في برضه من ضمن الحاجات اللي ساعات بسمعها يقول لك اصل انا مره واحده لقيت نفسي ورمت عشان حصل لي مشاكل في القلب. هل في علاقه تبادليه ما بين امراض القلب وان يحدث للانسان بعض التورمات في احد اعضاء جسمه؟ طبعا ده بيحصل في فشل عضله القلب او في ضعف العضله التدريجي. بيحصل ان القلب مش قادر يضخ الدم كويس، فالدم بيتراكم داخل الوعاء الدموي فبيبتدي يعمل التورمات اللي احنا بنشوفها. دي بتبقى الارم البدايه ولا بيكون حدث خلاص وده حدث. النتاج بقى دي نتيجه، ده مش الوقايه خالص. ده خلاص الامراض القلب حصلت. فبتدي احنا بقى نعالج في الحاجات دي، نعالج بقى في عضله القلب ونرفع من كفاءه عضله القلب تدريجي ومتابعه مستمره ومزمنه الى ان يتحسن او على الاقل يستقر كفاءة. ودي بتبقى بالنسبه لكم الارم مش كويس يعني لما طبعًا. يحدث للمريض حاجه زي دي طبعا نبتدي بقى نعالج العلاجات الاساسيه التداخليه. نعم. مش الوقائيه. فاحنا دايما بنقول دايما بنتعامل معاه كمريض رئيسي، يعني دايما حتى في العياده بقول للمريض بتحايل على المريض بطل سجاير، بطل سجاير، مش خليني اعالجك بعد كده. انا دلوقتي بنصحك بس بعد كده انا مش عالجك. لو سمحت عالج كوليسترولك، حافظ في اكلك، ظبط سكرك، ظبط ضغطك، خس في الوزن. دي احد الاسباب الوقائيه البسيطه جدا في حياتنا اليوميه اللي نقدر نعملها نتجنب فيها امراض الشرايين التاجيه. نعم. معانا مدام نجلاء. مدام نجلاء. الو. ايوه. عايزه اتكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل. كنت عايزه اساله على ماما عندها شرايين في القلب كانت مسدوده وهما 2 شرايين، وراحت سلكت واحد منهم والدكاتره قالوا لها اللي هي كان عندها جلطه قبل كده بس بقالها كتير قوي، وجالها جلطه تانية قريبه فهي دي اللي تعبت فراحت عشانها. نعم. فهي دلوقتي قالوا لها لازم تعمل دعامه عشان عندها جلطه في الجلطتين في 2 شرايين. نعم. فهي دلوقتي بتتعب قوي، نفسها على طول بيروح وعلى طول بتنهج، حتى كل ما تاكل بتتعب قوي، مش عارفه هي تعمل ايه. تمام نجاوب حضرتك. حاضر هنرد عليكي حالا يا مدام نجلاء. طب ده خلاص حصل انسداد في الشرايين التاجي، والانسداد بقى علاجه بقى دي هي الكلو ان احنا لازم نتدخل يا اما بالعلاج الدوائي يا اما بالقسطره والدعامات يا اما بالعمليات الجراحيه. في مرضى تصلح معاهم العلاج الدوائي، وفي مرضى تصلح معاهم الدعامات، وفي مرضى تصلح معاهم العلاج الجراحي. طبعا ده بيرجع لحاله القلب ولا حاله المريض الكليه؟ حاله الشرايين والحاله الكفائيه للمريض. يعني احنا بناخد المريض كده من كل حاجه،
بالظبط، من اي تو زي، من الشكوى، بالتحاليل، من الايكو او الموجات الصوتيه على القلب وكفاءه عضله القلب، نعم، للقسطره بتاعته وشكل الشرايين بتاعته عامل ازاي. على حسب الحاجات دي احنا بنقدر نحكم مين ياخد علاج دوائي ومين ياخد مين نعمل له دعامات ومين نعمل له عمليه. بس الطبيب طالما قرر حاجه، طب قرر علاج دوائي يبقى هو عارف ان ده احسن، يبقى لازم تمشي على علاج دوائي. طبيب قرر الدعامه لازم تعمل دعامه، لازم تعمل دعامه، لان احنا الحاجات دي في منتهى الخطوره. الاصلاح التباطؤ فيها بيزيد من حده. بالظبط. يا ريت يعني لو ليها حاجه هو طلب منها انها تعمل دعامه، يبقى تعمل بسرعه. مدام نجلاء انها لازم طالما هو طبعا الدكتور هيبقى اكتر واحد يعرف، المتخصص، ان هي محتاجه دعامه ولا لا، والشريان المسدود بنسبه قد ايه. وفي حاجات هو طبعا في العلم الدعامات والقسطره دلوقتي بقت كل حاجه ممكن، يعني الدنيا دلوقتي بالعكس احنا في المرحله الاخيره في ال10 سنين الاخرانيين تطور في علم القسطره، تطور الى درجه كبيره جدا، ان بقت قليل قوي اللي بيروح عمليه القلب المفتوح الا قليل. نعم. فبالتالي يعني كل حاجه ان شاء الله تبقى تتصلح طالما الطبيب بتاعك اختار كده. مدام نجلاء يعني يا ريت حضرتك تسرعي باجراء الدعامه لوالده حضرتك، وباذن الله بالشفاء يا رب. دكتور بجد سعدت بوجود حضرتك معايا النهارده، وبشكر ضيفي العزيز دكتور هشام عمار، استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه بمعهد القلب القومي وزميل جامعه جورج تاون. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. بشكركم وبشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقه جديده، لكم من كل تحيه.